متجه ريال مدريد في برشلونة. You're from Madrid? اوكي. برشلونة ريال مدريد. Between the Catalonia flag and the England flag. And that way is the Gothic, okay? Art exhibition in France, okay? هاي هذا هاي. هذا ليو from Argentina. طبعا مو ليو ميسي، اليوم هو راح يفرج. Filming? Yeah. Where are you from? Iraq. Eh, خويا. You know Arabic? Sabia? Sylvie. Sylvie. And this is Sylvie. Oh This my is gosh, Sylvie. now I'm famous, right? Yeah. Like That's you're it. from Iraq, you're studying in Germany, I'm German as well, and we meet in Spain. Yeah, this is the world. This is the small world. قصة هاي البنايات الاثنين انه هذه البناية اللي صايرة بصفها، هاي البناية الغريبة، انه كان بروفيسور بالجامعة وهذا كان طالب عنده. قبل لا يبنون هاي البناية، هاي كانت اشهر بناية اللي بصفها، كانت اشهر بناية بهاي هذا الشارع البرشلوني اللي هي اغلى شارع ببرشلونة من كل النواحي. بس هذا البروفيسور طرد هذا الطالب من الجامعة لان يعني ما عجب المشروع ماله، اجى هو سوى المشروع ماله بصف البناية مالته. هسه حاليا مثل ما نشوفون البناية اللي سواها البروفيسور ما حد مهتم لها، بس البناية اللي سواها الطالب الغريب صار بناية تاريخية ومن آثار برشلونة. Yeah. Then I was born, now we tour in Barcelona. Fly to Vegas, got a meeting with the owner. We could get the pin. هذه البناية نفس المصمم أو نفس المعماري اللي عنده برشلونة. كل البنايات الغريبة غريبة الأطوار هو هذا الرجال، اللي هو كان غريب الأطوار، اللي كان بالجامعة اللي طردوه من الجامعة اللي ذكرتها بالفيديو هذا. هذه البناية من أول ما بناها يقول الناس كانوا يضحكون عليه، يقولون شنو هاي عبالك العمال شامرين حصوا ومسوين بناية. شو اسمه البناية فشي عجيب. شوف هذا الدنقة متجاوز متر وقايلين له لازم تشيل هذا الدنقة، بس هو رافض، قايل إذا أشيل هاي الدنقة البناية راح توقع. يعني هو معانا دولة على مود بس ليش يشيل هاي الدنقة ومبقيها وفايز بالمحكمة ومبقي هذا البناية. يعني الرجل كان غريب الأطفال وكلش عنودي بس شغله كلش حلو. وليو هسه قال لي شيء غريب، يعني برشلونة ما كانت بعد ما فازوا بالأولمبياد عام 1982 فحضروا برشلونة من جديد. حتى يقول هاي الأرضية كلها غيروها وسووا تصميمات من جديد وبنوا بنايات وطوروا كل شيء، طوروا الملاعب وكل شيء، المدينة كلها بنوها من جديد بس على مود الأولمبياد. يقول بعد الأولمبياد برشلونة صارت يعني منطقة سياحية إلى حد اليوم، يعني واحد من أحسن مناطق السياحية بالعالم. هذه البناية اسمها سارغالا فاميليا، حاليا دا يعمروها بعام 2026 راح تكمل البناية، راح تكون شيء ضخم وكلش حلو. شوف الديتيلز اللي صاير بهاي البناية فشي روعة. هذا الجروب تعرفت عليهم هنا لأن تدري إذا تفتر بوحدك ما تروح أماكن هواية، هذا الولد يعرف، هو يفرق، هو يقول لك القصص مالتها، هو يختصر لك الموضوع. لهذا اختاريت هذا الجروب، تعرفت عليهم هيك بالشارع وقلت خلينا نفتر سوية. هنا هيك مثلا من تيجي أوروبا لا تلقي لك كم صديق، مو شرط إلا تروح ويا صديقك، تلقي ناس أصدقاء وتمشي وياهم وهذه اشتاق وايد. هذه السوق برشلونة الشعبي. أكلات البحرية. دخلني بالأفرع العجيبة في برشلونة. جيرماني، نيوزيلاند، إيراك. Say hi. What's up, Brian? What's up? Good, and you? Just تعرفنا على بعض وطلعنا نتمشى شيء. That's cool. نكتشف المدينة. That's so cool. Isn't it? طلعنا نتمشى نشوف برشلونة، هاي المكان الحلو اللطيف. هذا اللمب
اللي صنعها او انطونيو جاودي اللي قلت لكم عليه صاحب البنايه اللي شرحتها بالفيديو. هذا اللامب من اغرب اللامبات الموجوده في برشلونه. اتاخر بصناعه هذا اللامب تقريبا سنتين. بعد ما جابه وخلاه هنا حكومه برشلونه قالوا له احنا راح ندفع لك نصف المبلغ. ليش؟ لان يقولون انت تاخرت، بس قال احنا ما اتفقنا على الوقت، احنا اتفقنا على اللامب، فدفعوا له فقط النصف. هو همين قام حاكمهم واخذ المبلغ كله من عندهم وخلاه هنا، وقال بعد ابدا ما اتعامل ويا حكومه برشلونه. وهنا خلى علم، مخلي هنا علم كاتالونيا، لان هو كان يعني شلون اقول لك رجل يحب الكتالان، حتى يقول بحياته ما حكي بالاسباني. هذا المكان يعني هذا اللامب وهوايه بنايات اللي شفناها من وراء هذا الطالب الغريب اللي كان بالجامعه، فلهذا يعني هو عنده شغلات كلش عجيبه وغريبه هنا في مدينه برشلونه. ثانك يو فيري ماتش. التكاسي برشلونه الوانهم اصفر واسود. هذا ابو تشارزات في برشلونه. يجينا نجرب هاي الاكلات البحريه، شوف شو يصير. اوكي تيك ات. يلا شوف خلي جرب، اذا عاشت انا هم اجربها. Come on, just do it. So you just swallow it. Is it good? Really? Yeah. You'll be okay. Lemon. Tip it back. Oh. Yeah, that's it. There's your big boy. Hey. Nicito. Yeah. I nailed it. I'm proud of you. Ramos in Barcelona. كيوي، جوز الهند، بنانا. نايس. هسه سألت تروي، طبعا تروي من نيوزيلندا. فيديو انتشر هواي، هسه راح اشوفه، راح اخليه بالفيديو هنا. هسه سألته قلت له شنو هذا الدانس؟ شنو قصده هذا؟ قال هذه احنا مو من عقائدنا او مو من ثقافتنا، هاي اجت من هاواي، يعني دخلت نصنا واستمرت يعني اجيال عبر اجيال، بس قال هي اصلها مو نيوزيلندي، لهذا يعني هذا الدانس مو نيوزيلندي، يعني من هاواي. اوكي. Is it true or not? It is true. It's 100%. 100. 100. 100. It's true. Okay, but I understand all of it. هذول الأصدقاء حكيت وياهم، مدحت هواي العراق، مدحت أربيل، سليمانية، بغداد، كربلاء، نجف بالأربعينية، وهاي اندهشوا قالوا معقولة الناس ينطون أكل ببلاش؟ قلت لهم إي والله نعطي أكل بلاش والشوارع كلها مليانة وكل شيء بلاش، حتى تقدر تنام بلاش. قالوا والله اللي يريد نجي، فأنتوا يا مدن بالعراق تشجعهم يجون، يعني فعلا يريدون يجون، لهم سائحين من يزورون هواية مدن، فقالوا انت انطينا نصيحة وين نقدر نروح بالعراق. انا انطيت لهم نصائح هواية، انتم من اكتبوا لهم نصائح ما راح يقرون التعليقات، اكتبوا بالانجليزي حتى يعرفون. اوكي يلا شكرا. هذا الاسطول الرئيسي لفريق برشلونة.